اهلا بيكم. هنعمل مع بعض النهارده سندوتشات التاكو المكسيكيه او عيش باللحم. وصفه سريعه وسهله وكمان طعمها مميز جدا. تابعوني. اول حاجه تعالوا نحضر سوا الصوص بتاع الساندوتش بتاعنا النهارده، وهو يعني معظم المطاعم البرجر بتستعمله وبيدي صراحه طعم حلو قوي. طبعا هنحتاج خيار مخلل، والخيار ده انا برضو مخللاه في البيت. هنقطعه مفروم ناعم خالص ونبتدي نضيفه. اول حاجه هنضيف عليه كمان بصلاية صغيرة مفرومة ناعم خالص، وهنبتدي نحطها على الخيار. كمان هنحتاج عندنا لكاتشب ومايونيز، وكمان هنحتاج مستردة. الكميات قد ايه؟ الكميات يعني متساوية، يعني معلقتين او 3 معالق كاتشب عليهم 3 معالق مايونيز عليهم 3 معالق مستردة. وبس كده هنبتدي نقلب المكونات بتاعتنا. في ناس بتضيف عسل، برضو دي حاجة ترجعلك، وفي ناس بتضيف ملح وفلفل، برضو دي حاجة ترجعلك على حسب التست اللي انتي بتحبيه، لكن هم دول اساس الصوص بتاعنا. وهنا بقى عندنا الصوص الشهير بتاع سندوتشات البرجر، بجد طعمه مميز قوي وبيبقى حلو جدا خاصة مع اللحمة. جهزنا الصوص، كمان هنحتاج كابوتشا متقطعة كده، وكمان هنحتاج اللحمة المفرومة بتاعتنا كده من التلاجة. عشان كده بقولكم مش هتاخد وقت، باخدها من التلاجة، ما بعملش فيها اي حاجة ولا حتى بحط لها توابل. وهنحتاج كمان لعيش التورتيلا، ده بيتباع في السوبر ماركت، وهنبتدي نحطه ونضيف عليه اللحمة المفرومة بتاعتنا، نغطيه كله باللحمة المفرومة. واحنا بنفرد اللحمة المفرومة نحاول نرفعها، ما نخليهاش تخينة قوي او سميكة قوي، عشان لما تستوي نضمن انها استوت ما فيهاش حاجة نية، تبقى كلها مستوية وواخدة التسوية المظبوطة. فعشان كده انا بحب ارفعها عشان اضمن انها استوت. بعد ما بفردها كده بديها رشة ملح وفلفل، لان احنا طبعا اللحمة واخدينها زي ما قلتلكم من التلاجة، ما تبلناهاش ولا اي حاجة. فبعد ما بفردها على العيش بديها رشة ملح وفلفل كده. بنفس الطريقة بقى هكمل باقي العيش بتاعي او باقي لحد ما اللحمة بتاعتنا تخلص. طبعا ما بضيفلهاش بصل او اي حاجة عشان ما تنزلش ميتها على العيش، عشان العيش ما يتبلش وينزل، سواء حطيت بصل سواء حطيت طماطم ممكن ينزل ميتها على العيش والعيش يطرى، فمش هيديني القوام اللي انا عايزاه. سندوتشات سهلة جدا، ما بتاخدش وقت، جاية من الشغل مستعجلة، بتذاكري مع الولاد عندكم امتحانات، على طول هتطلعي اللحمة وتحطيها على العيش وبس كده الأكلة استوت. فهي سهلة ولذيذة وسريعة، وكمان طعمها حلو هيعجب الولاد خاصة لو بيحبوا ياكلوا الفاست فود من بره. هدهن الطاسة كده دهنة حلوة من الزيت او السمنة زي ما تحبوا، وهبتدي اسيبها تسخن، وبعدين اضيف عليها العيش بتاعي على اللحم عشان تستوي، واسيبها لحد ما اتأكد انها خدت اللون ودرجة السوى المظبوطة.
هنحاول ما نقلبش اللحمة المفرومة الا لما نتأكد انها خدت لون عشان ما تتفرفتش معانا وتقع من العيش بتاعنا. اول ما اتأكدت انها استوت قلبتها على الناحية التانية، وزي ما قلتلكوا انا مش مكترة اللحمة المفرومة علشان اضمن انها استوت، وهبتدي انقلها على الناحية التانية كمان عشان العيش كمان ياخد لون حلو وياخد تحميرة كده وتحميصة حلوة، لانه العيش ابيض فمش عايزة احس ان انا باكل عيش ني يعني. اول ما بقلبها على الناحية اللحم بتاعة اللحم ببتدي اضيف عليها شريحة جبنة اي نوع انا بحبه واغطيها عشان الجبنة تسيح، ما بتاخدش دقيقة وبتسيح يعني اقل من كده بكتير. وهبتدي اضيف عليها الصوص اللي احنا جهزناه وادهنها كده بيه. ممكن كمان اديها رشة من الكابوتشا اللي احنا قطعناها سوا، وكمان لو عندك خيار مخلل انا كده كده حاطه في الصوص، بس ممكن برضو تضيفي شرايح الخيار المخلل. وبعدين بقفل عليها العيش كده عليها واسيبها لحد ما الجبنة تسيح والساندوتش ياخد التحميصة الحلوة كده. بتبقى كده شبه ساندوتشات التاكو المكسيكية، بس الساندوتشات التاكو بتبقى انشف شوية صراحة. انشف من كده. ممكن كمان بيدخلوا العيش جوه الفرن لحد ما ينشف، طبعا بيدخلوه متني كده علشان وبعدين يحشوه بقى اي حشوة هم عايزينها، بس بيبقى انشف من اللي احنا بنعمله ده. وده كان طبقنا النهاردة، بجد طعمه وريحته حلوة قوي. عيش التورتيلا باللحم المفروم او ساندوتشات التاكو المكسيكية زي ما تحبوا تسموها. ممكن بدل اللحمة المفرومة تشيلوها وتحطوا فراخ ستريبس بانيه اي حاجة، وتحطوا عليها الصوصات والجبن اللي انتوا بتحبوها، شرايح طماطم، شرايح خيار، شرايح بصل، زي ما تحبوا اي حشوة مش هتقول لا. ممكن بطاطس كمان محمرة عليها نفس الصوص مع نفس المكونات او الخضار، يعني تقدروا تغيروا وتشكلوا اكلة سريعة وسهلة وفيها البروتين وفيها النشويات، سريعة في الجو المدارس اللي احنا مش ملاحقين عليه دوت. فاتمنى الوصفة بتاعتي النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى لو بتتابعوني ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت. بحبكم، هتوحشوني، وسلام عليكم.